تعالى اقولك ازاي بجيب انيميشن ايكون زي كده، وتعالى نشوف ازاي نقدر نحولها من الشكل ده للشكل ده. اول حاجه ندخل على الموقع فلات ايكون، وهنا عندك اكتر من خيار، وليكن انا هبحث عن فكره. هنختار مثلا حاجه زي كده وتعمل داونلود وتحملها MP4 وتيجي تضيفها على افتر افكت. وعشان نشيل الخلفيه البيضاء هتيجي هنا تضيف افكت لاينر كولر كي، وتجيب الاي دروبر تحدد لون الخلفيه البيضاء. ممكن تلاقيها مش ظابطه معاك قوي الحواف زي كده، هتزود بس دي شويه لحد ما تظبط معاك. بعد كده هتيجي ترسم شيب لاير راوند وتضغط شيفت وانت بتحدده، وهنيجي نزود الحواف شويه مثلا بتاعته من هنا، ونضيف عليه افكت جريدينت رام. تختار الالوان اللي انت عايزها، مثلا انا هختاره زي كده، بس خلينا نغير لون الخلفيه الاول زي كده مثلا. وتجيب افكت سي لايت سويب، تعدل من هنا الاعدادات بتاعته زي كده، وتيجي عند الشيب هنا وتروح عند اللاير ستايل وتختار بيفل اند امبوس، وتيجي من هنا تطلع فوق الايكون، نصغر بس حجمها شوية ونضيف عليها افكت الفيل، تغير اللون زي ما انت عايز، ونضيف جلو ونضيف عليها دروب شادو ونطلعه فوق الجلو، ونعدل الاعدادات بتاعته زي كده. وده الشكل النهائي معانا. طبعا ممكن تغير لون الايكون من الفيل زي ما انت عايز، وليكن مثلا تخليها احمر ازرق زي ما انت عايز. وده كان الشرح معانا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تقول رايك في التعليقات، ولو في فكره او حاجه معينه حابين نشرحها قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله نشرح الفيديو الجاي.